عمرك اتسرقت وانت واقف ساكت؟ في حاجات بتحصل قدامك وتعديها غصب عنك، ممكن تكون فاكرها غريبة بس الحقيقة إنها بتحصل كتير. إنك فجأة تلاقي نفسك اتشلت من الصورة، تسمع كلام قلته انت قبل كده هو بس المرة دي بصوت مش صوتك. خليني أحكي لك اللي حصل زي ما حصل. كان اجتماع عادي جدا، ناس قاعدة، كلام بيتقال، قلت الفكرة قلتها فعلا قبل كده، مش بطريقة استعراضية ولا محاولة إثبات وجود. قلتها كده زي ما الواحد يقول حاجة شايفها منطقية. اللي حصل وقتها ولا أي حاجة، حد هز راسه، حد كتب ملاحظة والموضوع عدى. بعدها بفترة دخلنا اجتماع تاني، نفس الفكرة بنفس الترتيب ونفس التفاصيل، بس المرة دي بصوت حد غيري. الناس ركزت واتحمست والكلام اتاخد على انه جديد، وانا واقف سامع وفاهم بس ساكت. انا ما كنتش شاكك، كنت متأكد ان دي فكرتي، بس قلت لنفسي مش وقته، مش مستاهلة. قلت هو تطنش، ما تعملش مشكلة، مش خوف. لكن بصراحة اتكسفت، ما حبيتش ان انا اقطع الاجتماع او اقول لا الفكرة دي بتاعتي. ما حبيتش ابقى الشخص اللي بيوقف الدنيا عشان فكرة. سكت والموضوع عدى. المشكلة ان اللي حصل ده ما كانش غلطة شخص واحد بس. اللي حصل ان محدش قال اي حاجة، ولا حد اصلا افتكر، ولا حد رجع الفكرة لصاحبها، ولا حتى حد وقف لحظة وقال مش الكلام ده اتقال قبل كده. الموضوع مشي عادي جدا كأن ده الطبيعي. وساعتها فهمت حاجة بهدوء، في أماكن السكوت فيها بيكمل الصورة، لأن الكل متعود يعدي. وفي وسط كل ده فضل سؤال معلق في دماغي، هو ازاي حد يقبل على نفسه ياخد فكرة ويقدمها كأنها فكرته؟ الحقيقة ما كانش سؤال، بس كان استغراب. تفتكر نسي ولا كان عارف ولا قال لنفسه ما هي كده كده اتقالت؟ يمكن الموضوع ما كانش سرقة صريحة، يمكن كان حاجة الكل سكت عليها عشان يعدي اليوم. اللي وجعني بجد مش ان الفكرة اتاخدت، اللي وجعني فعلا انها اتقبلت واتنفذت، وانا واقف حاسس اني مش طرف في اللي بيحصل، ولا صاحب الفكرة ولا حتى معترض عليها، مجرد حد كان موجود وملوش وجود. بعدها ما رحتش اواجه حد ولا فتحت الموضوع ولا طلبت بأي حاجة، كملت زي الناس كلها ما بتكمل. بس من اللحظة دي فهمت ان في فرق بين انك تكون محترم وانك تكون سهل ان الناس تيجي عليك. والحقيقة دي كانت اول مرة احس اني موجود ومش موجود. الحلقة دي مش اتهام لحد ولا دفاع عن حد، هي بس محاولة اننا نفهم ازاي حاجة زي دي كده تعدي وتكمل كأنها ما حصلتش. ازاي حد ياخد حاجة مش بتاعته وينام مرتاح، وازاي الناس ممكن تشوف قدامها ظلم وتسكت بس عشان تكمل. يمكن السؤال ازاي الحياة بتعودنا نسيب حاجات مننا عشان نعرف نكمل. هسيب السؤال ده معاك، فكر فيه على مهلك واكتب لي رأيك، يمكن يكمل الحكاية. وفي النهاية لو الحكاية دي لمستك سيبها تكمل طريقها، وما تنساش تعمل شير ولايك وسبسكرايب، يمكن المعنى اللي مستنيك يكون في الحلقة اللي جاية. عرفتك في اللحظة اللي ما بين السلام والسكوت، لأنك كنت الحكاية اللي ثابت جوانا صوت.